السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوداد الرياضي قدم اعتراض يوم أمس قبل بداية المقابلة ضد الجيش الملكي في الكلاسيكو على مشاركة اللاعب رضا سليم بسبب الورقة الحمراء التي تلقاها في الجزائر، مما يعني الغياب ديالو في جوج المقابلات متتاليتين. علاش جوج مقابلات ماشي مقابلة وحدة؟ لأن اللاعب رضا سليم تلقى ورقة حمراء مباشرة، يعني ما تلقاش جوج صفراوات نتيجة على جوج الأخطاء في وسط المقابلة، وإنما كان خطأ كبير، كان خطأ تدخل قوي اللي خلى الحكم مباشرة يعطيه بطاقة حمراء. وبما أن فريق الجيش الملكي تم الإقصاء ديالو من فريق اتحاد العاصمة، فالمقابلة الثانية اوتوماتيكمون خصها تكون المقابلة اللي كتبع الماتش ديال اتحاد العاصمة. كما كنذكروا جميعا، لاعب قائد الوداد الرياضي يحيى جبران كان تلقى بطاقة حمراء في كأس العالم للأندية، وبقات محسوبة ليه وتغيب على مقابلة في البطولة الوطنية. في الجهة المقابلة كيعترض فريق الجيش الملكي على المدرب خوان كارلوس غاريدو لعدم المغادرة ديالو الملعب بعد تلقيه بطاقة حمراء في آخر دقائق المقابلة، وبالتالي كيطالبوا من جهتهم بثلاث نقاط، لأن المدرب بقى خلف لوحات الإشهار خلال المقابلة وبدا كيعطي تعليمات للعابة، وهذا الشيء طبعا موثق بالفيديو. فالجيش الملكي تقدم ببلاغ رسمي ضد الوداد، والأمور ما كتبشرش بالخير للوداد، لأن الفيديو كيبين أن غاريدو بقى داخل الملعب. وكما كنعرفو كيقول الفصل من مدونة التأديب ديال البطولة الوطنية بلي عدم احترام قرارات الحكم بما في ذلك الامتناع عن مغادرة رقعة الملعب والمساحات المباشرة كتعتبر رفض للامتثال، وكيستوجب هذا الشيء قرار تأديبي بإضافة توقيف لمباراتين إضافيتين وغرامة مالية القيمة ديالها 3000 درهم للنادي. وفي حالة ما المدرب تجاوز ولا اللاعب تجاوز 5 دقائق داخل الملعب رغم قرار الطرد، الحكم كيستدعي عميد الفريق اللي كينتمي ليه اللاعب وعنده الحق يوقف المقابلة، كما يعتبر هذا الفريق منهزم مع غرامة مالية إضافية قيمتها 10,000 درهم. الأيام المقبلة غادي تبين لنا القرار النهائي باش نعرفوا واش النقاط الثلاثة غادي يمشيو لفريق الجيش الملكي ولا يبقاو متقاسمين بين الفريقين بجوج، وغادي نعرفوا آخر الأخبار كذلك على الطرد اللي تلقاه رضا سليم في مقابلة اتحاد العاصمة وخلاه يلعب كونتر الوداد. شكرا.